السلام عليكم يا حبايبي. يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحة واروق بال. بصوا يا حبايبي، البامية باللحمة الضاني دي حاجة مشهورة جدا. يقولك عملنا طاجن اللحمة، طاجن البامية باللحمة الضاني. طب احنا ما عندناش لحمة ضاني، ما ناكلش بامية بطعم اللحمة الضاني؟ لا ان شاء الله نعملها. هنسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونشوف هنعمل ازاي. دي البامية اللي انا بفرزها، وعايزه اقول لحضراتكم ولبناتنا ان انا بجيب الباميه اغسلها كويس جدا واسيبها تنشف في المصفى، وبعدين اقمعها واكيسها بالشكل ده. اكتر من كده ما بعملش، يعني لا بنزلها في ميه سخنه ولا بطلعها. بس بعد ما اجي، يعني لما اجي بقى هطبخها بعمل ايه؟ بطلعها من الكيس بالشكل ده وبحطها في مصفى على بولة فاضية، لاني هملى البولة دي مية سخنة جدا. يبقى البامية المفرزة دي انا بحطها في مية سخنة جدا قبل عملية الطهي، وبسيبها في المية مش بصفيها الا وانا هنزلها على الصلصة زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا انتي بتطلعي الكمية اللي تناسبك وتعملي لها القصة دي، عشان المية السخنة اولا بتخلصنا من شكل التلج ده او التفريز ده، وكمان بتساعد على سرعة السوى او انها تبقى مستوية كويس، عشان انتوا عارفين ان ساعات بيبقى فيها الحاجات اللي بتشوك دي. زي ما حضرتك شايفة كده هنروح نحط البولة تحت المية السخنة، سواء من الكتل او من مية السخان زي اللي عندك. المهم هننزل بالمية السخنة على البامية، وحضرتك شايفة قد ايه هي لونها بيرد للخضار الجميل. وهسيبها بقى في المية السخنة دي، وهنروح بقى عشان نعمل الخلطة الرهيبة اللي هتكسبنا طعم البامية اللي باللحمة الضاني. هنا بقى يا حبايبي حطيت بصلة صغيرة في البامية، ما بحطش بصلة كبيرة بشرتها، وحطيت لها معلقة سمنة، وحطيت معاها القطعة اللي وردتها لك دي قطعة ليا. هو كل السر في قطعة اللية، وهي اللي هتدينا الطعم الجميل. بفضل اقلب في البصلة ومعاها قطعة اللية. طبعا كلكم عارفين طريقة طبخ البامية، بس انا هديكي بامية بطعم اللحمة الضاني الجميلة زي ما بناكلها في المطاعم. زي ما حضرتك شايفة كده بفضل اقلب في البصلة بتاعتي لحد ما يدخلها اللون البامبا الجميل. واكيد بعد كده هنزل بالثوم، معروف ان البامية محبة للثوم. يبقى البصلة بتاعتي صغيرة، واول ما هاخد اللي انا عايزاه من قطعة اللي هرفع الباقي وهقولك السبب، يعني مش هخليها تسيح للاخر. دي معلقة الثوم، وهقلب بالشكل ده مع بعضه زي ما حضرتك شايفة كده. وقطعة اللي ما زالت معايا في الحلة، وهنا بحط فصين حبهان برضو بيدوا اللحمة بتاعتنا مذاق طيب زي ما حضرتك شايفة بالظبط. خلاص كده قطعة اللي هي خدت منها الريحة اللي انا عايزاها، وتبقت منها جزء برضو هحتاجه. وبدأت اقلي او اكمل سوى البصل والثوم، وهنزل عليهم. وصلنا للشكل ده في تحمير البصل. عندي الصلصة بتاعتي سبكتها على الآخر، يعني ما خليتهاش عصير طماطم عادي. وهقول لحضرتك ان ده عشان تديني طعم طاجن البامية. هقلب بقى البصل في الصلصة، وكمان هنحط معلقتين من معجون الطماطم بيدوا لون جميل، وبيدوا كمان برضو مذاق طيب. هقلب الصلصة المتسبكة مع صلصة البرطمانات أو الأكياس، معجون الطماطم اللي عندك، وبعدين هننزل بالبامية بتاعتنا زي ما حضرتك شايفة كده. بصفيها من المية، واعتقد ان اللون الأخضر باين في المية مش مستخبي. قد ايه بقى هي محتفظة بخضرها وبشكلها الجميل بدون أي إضافات. هنزل بقى على البامية على الصلصة اللي احنا مسبكينها تمام دي ببصلها بتومها، وأقلب فيها. دلوقتي بقى هحط الإضافة اللي ممكن ناس كتيرة ما بتعملهاش، إن أنا هضيف ليمونة بس صحيحة، يعني لا هقطعها نصين ولا حتى هنغزها بالسكينة، هحطها سليمة زي ما هي. وهحط قرن فلفل حار من غير برضو ما افتحه ولا اعمل له فتحة صغيرة فيه ولا حاجة، عشان ما تبقاش حرقاه قوي، بس هي بتطعم البامية وبتديها مذاق طيب. طبعا اكيد
طعم اللية في تتبيلتها جميل. اللي انا حطيته دلوقتي رشة من السكر فقط، وهتقولي رشة السكر دايما السكر بيعادل حموضة الطماطم وبيدي مذاق طيب. واللي انا حطيته ده رشة من الكزبرة الناشفة، بتخلي طعم البامية جميلة جميلة جميلة. آه هقلب بقى كل المحتويات دي مع بعضها، وبعد كده هننزل بشوربة، بس مش بنكتر الشوربة عشان نفضل محتفظين للبامية بقوامها وللصلصة بقوامها الجميل. عايزة اقول لحضرتك ان اللي هنا عاملة طعم تاني خالص، رغم ان انا هحط لها شوربة لحمة عادية مش شوربة لحمة ضاني، بسيبها تتسبك شوية مع الصلصة التقيلة دي، وبعدين بنزل عليها بمقدار من الشوربة. طبعا مش بكتر لان انا عايزاها يعني ده بامية كده متسبكة على الاخر، لاني هحطها في طاجن، وعايزة اشعر فعلا ان احنا بناكل بامية باللحمة الضاني. هسيبها بقى عشان تستوي، لان هي برضو البامية بتاخد شوية سوا، وهدي عليها النار، وهحط لها الملح المناسب، واحنا قبل كده حطينا نص معلقه سكر زي ما قلت لحضراتكم. وهقلبها، عايزه تحط لها قليل من الفلفل الاسمر حط لها، وهسيبها بقى يعني تتسبك او تستوي كده على نار هاديه. وعايزه يعني قد ايه هي محتفظه بخضرها وبشكلها الجميل، ورغم انها باميه مفرزه. حقيقي والله يا جماعة مرة اشتريت كيس مفرز، انه طلع سيء جدا جدا جدا، والبامية كلها بذر وحاجة مش حلوة ابدا. خلاص كده تعتبر البامية خلصناها، نغطيها بقى ونسيبها مع نفسها، وبعد شوية نرجع نعمل التكة الأساسية اللي كل المطاعم الكبيرة بتعملها. رجعت لها بعد ما حسيت انها استوت، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. بصي بصي الجمال، والليمونة زي ما هي اهي، وبرده قرن الفلفل الحار زي ما هو، بس هو اكسبها طعم جميل. زي ما حضرتك شايفة كده. فاضل بقى التكة اللي المطاعم بتعملها لنا، ويلا بقى ناكل لحمة ايه، او ناكل بامية باللحمة الضاني. في طاسة على النار هحط معلقة من الثوم المفروم، ومعاها قطعة اللية اللي اتبقت اللي انا رفعتها من البصل. هحط عليهم معلقة سمنة، وهبدأ اقليهم، وكمان هحط عليهم شوية من الكزبرة الناشفة، واحمر كله مع بعض، يعني الثوم وقطعة اللية المتبقية عندي ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وبقلي التومة او احمرها في السمنة، ومش مكترة السمنة قوي ولا حاجة، خليكي معتدلة في معيار السمنة عشان الحاجة عندك ما تبقاش تقيلة قوي. زي ما حضرتك شايفة كده، وعمالة قطعة اللي بقيتها اهو هتسيح في قلب التومة، واسوي التومة لحد ما تاخد اللون البامبا الجميل اللي حضرتك شايفاه ده، والكزبرة تتحمص. وبعد كده هنزل بيها على البامية بتاعتنا، بتدي بقى ريحة خطيرة. بس وانت يعني بتنزلي بالتقلية دي على البامية او الملوخية تتشهدي اهو، يعني نقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. وبعد كده بقفل على طول عشان اكتم الريحة الجميلة اللي طلعت، وانزل بشوية تاني في الطاسة كده، اخد بواقي التقلية اللي عملناها، واقلب واقفل اغطي الحلة شوية، تاخد كده طعم التقلية، البامية تاخد طعم التقلية. بالشكل ده هغرفها بقى في طاجن. عايزة حضرتك عندك اي نوع من اللحوم وتحبي تحطيه في قلب البامية وتحطيها شوية في الفرن تعمل كده وش كده ماشي. عايزة تاكليها كده، هي كده في منتهى الجمال، تحفة. هاتي عيش بقى وخليلي بتنجان او اعملي شوية رز واقعدي بقى وكلي، بس عدي صوابعك قبل الاكل عشان انا خايفة عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى كده يا رب ان ربنا يديني الصحة ودايما اعمل لكم الاكلات. وانا بقصد طبعا مش الناس بقى المتميزة، انا بقصد بناتنا اللي لسه بيتعلموا او في سنة اولى طبخ او متجوزين جديد. ربنا يوفقكم جميعا، وكلنا بنتعلم من بعض. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو اللي يشجعني ده اذا الحاجة عجبتكم. دمتم في امان الله وحفظه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.